بص الفراخ بانيه اللي قلت لك عليهم. احنا ما لحقناش يا جماعه، معلش بقى. لا ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اول جريمه خلصت. الله ينور يا جوجو. رشه زيت، رشه زيت. يلا بسم الله. وسمنه بلدي على الوش. الله ينور يا جوجو. بصوا يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. العزومه بدات والشقه بدا. والله والشقه بدا. الشقه بادئ بقاله 3 ايام ولا الشقه 4 بادئ بقاله ايام. 3 4 ايام للاسف يا جوجو. لا بس ماشي. على قلبي زي العسل والله. ربنا يعزك يا حبيبه قلبي ويسعدك كده زي ما مشرفاني قدام اهلي. دول اهلي مش اهلي. يا لهوي يا لهوي، الام دي امي شقيانه طول عمرها. بص يا جوجو، انا بقى اروح اكمل انا اكل عيش. ماشي يلا. والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. سلام. والله ما مش والله بدري على شهر الصيام، والله متاخر على العزومه. سوسي عامله ايه؟ انت يعني كلمت اصغر طفله في العيله تيجي تساعدك؟ دي اكتر شيف. دي بص طالعه زيي. وريني بصي يا بصي سوسي. عليها لفه سمبوسك ازاي. خلي بالك هي اللي بتنجزني، يعني هي اللي شاطرة مخلياني. والله. بصي وكمان بتبلها ازاي وتقفلها ازاي. يا بنت الله ينور يا اللعيبة. سوسو. شاطره يا سوسي. بس القفله. سوسي انا بعد كده هكلمك تيجي في اي عزومه معايا، ماشي؟ يلا هتبقى معانا بعد كده في تحضيرات العزومه. بس والله تسلم ايدك، وريني كده. 100 100. عملت كميه حلوه. اه تمام. خلص بس بقى محتاجة علشان دي جبنة لسه موتزاريلا. هتتقلي. حالا. يلا تسلم ايديكم. بصوا يا جماعه، انا وقفت في المطبخ مخليه المنظر عامل ازاي. بصوا هو لما دخل المطبخ، بص انا مش عارفه اعمل ايه وانت بتعملي ايه يا سوسي؟ انت بتعملي ايه تحت؟ انتوا بيشغلكوا تفاصيل ما بتشغلناش. احنا يشغلنا الاكل يطلع حلو، لكن تفاصيل المطبخ والتفاصيل ديت ما بتشغلناش والله. بجد؟ والله ما ما بتشغلنا. عشان حضرتك ما بتنضفش. ليه يعني ما نضفش ليه يعني؟ ورينا بتعمل ايه. بعمل رقاق. بص الدلع. نزلنا عليه. هو انت سريع كده ليه؟ انت سريع كده ليه؟ الوقت. جبنه موتزاريلا. بعد كده تروح نازله عليه. عليه حبه فلفل هالبينو. شكله حلو قوي وريحته حلوه قوي. بس انت كده ناوي تموتهم. كفايه. بعد كده بقى نرجع ندخل تاني بالرقاق. نحط الرقاق عليه. يلا يا جوجو خلصي بقى الحاجات دي. ماشي خلاص، انا هشوف اللي ورايا وارجع لك تاني. ماشي. يلا. تاني مره على التوالي. بصوا يقف في حته لازم يوسخ الدنيا كلها. ما شاء الله. بتعمل ايه يا استاذ؟ بص الفراخ بانيه بقى بعملها بطريقه حلوه. ايه، بحط دقيق كتير قوي واحط عليه كيس بتاع التوابل واقعد انزل. بس لازم الدقيق يبقى كتير، تقعدي تقلبي فيه الفراخ كده جامد. وبعد كده ميه، مش لازم تبقى ساقعه، ميه عاديه بس تحطي جواها كيس توابل. بعد كده تروح واخده الفراخ حطها هنا، وبعد كده شايلاها حطها هنا في الميه. تمام. بصي هتديكي منظر. وبعد كده رميانها في الزباله. بعد كده هنا في الزباله. حطيناها في الزيت يا جماعه بهزر. هاجي واخده ميه كده بعد كده تروحي داخله رميها هنا. بس لازم الدقيق يبقى كتير عشان تمام. تقعدي تعملي كده. دي طريقه جديده يعني غير الطريقه بتاعتنا. انا هاكلك فراخ بانيه بتاعت المطاعم، هخليهم يقولوا لك انتوا جايبين الاكل من بره. هنشوف. يلا بينا. جزء من السفره لسه ما جهزتش. يلا نروح نجيب الباقي. بص الفراخ بانيه اللي قلت لك عليهم. احنا ما لحقناش يا جماعه، معلش بقى. بس لا، ايه ده؟ دلع اقسم بالله دلع. يلا نجيب الباقي.